ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض الممبار المشطشط والكرشه بالصلصه التحفه دي. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، نشوف عملناها ازاي مع بعض. انا جبنا الكرشه متنضفه جاهزه، تنظيفها سهل جدا. احنا بننضفها بميه ايدينا تستحملها وحبايتين ريفو لو الموضوع صعب شويه. بعد ما نضفناها كويس قوي ابتديت اغسلها. في تركايه مهمه، ما نحطش الخل اول ما نبتدي نغسل الكرشه، عشان لو فيها اي ريحه الخل هيثبتها فيها ومش هتطلع ابدا. انا حطيت ليمونتين وطماطميه في الخلاط وشويه ميه، عصرتهم وصفيتهم ونقعتهم بقى في المحلول ده كده لغايه ما ايه، يعني ساعتين 3 كده، لغايه ما خلاص بقى المفروض ان انا هطبخهم بقى. هروح بقى ارمي الميه دي واغسلها ونشوف هنعمل فيها ايه. دي بعد ما غسلتها انا حطيتها في الحله مفيش فيها اي ميه خالص زي ما انتم شايفين كده. هغطي عليها بقى واسيبها لما تنزل الميه اللي فيها. بعد شويه فتحت، شايفين الميه نازله عامله ازاي يا جماعه؟ نظافة الحاجات دي اهم من طبخها. شايفين؟ انا هرمي المية دي واشطفها وارجع تاني احطها زي ما انتم شايفين. ممكن يعني اقف لغاية كده، بس انا حبيت ازود كمان الموضوع فحطيت مية مغلية وهسيبها تغلي في المية دي غلوتين كده، وبعدين هرمي المية ونشوف. شايفين المية عاملة ازاي يا جماعة بعد ما غليت؟ بس كده. انا عندي هنا بقى بصلاية متقطع اي تقطيع، وشوية فلفل وشوية حبهان ولورا. ما بحطش ملح طبعا لان الكرشه بتاخد وقت شويه في السوى. فانا حطيت التوابل بتاعتي دي وحطيت ميه مغليه وهسيبها بقى تغلي كده مع نفسها بقى لمده مثلا نص ساعه ساعه على حسب. انا عندي الكرشه بتاعتي دي عجوزه شويه، كبيره في السن، فانا عملتها قبلها بيوم بحيث ان هي تاخد مني غلوتين 3 لما تيجي تاني يوم ما تطولش معايا في التسويه بتاعتي. دي بعد ما انا سبتها غليت مع نفسها نص ساعة، طفيت عليها وسبتها وجيت تاني يوم حطيتها بقى تاني. ما خدتش مني كتير في التسوية على فكرة. شايفين؟ اول ما بحط فيها السكينة ابتدت تتفتح مني، وده معناه ان هي ابتدت تخش على السوا، يعني بقت نص سوا وزيادة. في المرحلة دي بقى هعمل ايه؟ انا عندي دي طماطم معصورة في الخلاط ومتصفية. في المرحلة لو انا هاكلها برز في المرحلة دي هزود بصلتين كمان. وطبعا هنا بقى هبتدي احط الملح عادي، هحط كمان سنة فلفل اسود بسيطة. انا حطيت في الاول شوية مش كتير وبعدين كملت عشان يديني ريحة حلوة ونكهة جميلة. بس كده بقى هسيبها تكمل تسويتها في الصلصه دي. وقلت لو احنا هناكلها مع رز هزود بصل في المرحله دي، بحيث ان البصل اللي انا حطيته في الاول استوى سوى كامل، فاللي في المرحله دي هيبقى بقى ايه، يستوي معانا كده ناكله بالرز كويس. هسيبها بقى تستوي وتعالى نشوف هنعمل الممبار ازاي. انا عندي الممبار غسلته بنفس الطريقه بتاعه الكرشه ونفس المحلول. بعد ما بخلصه من المحلول ده بحطه في محلول خل وملح. هنا انا عندي كيلو الممبار عليه كيلو من الرز. ده كزبره وبقدونس وشبت، وكل ما زادت الخضره كل ما كان الممبار اطعم. وعندي ده فلفل، ولو سبايسي يبقى احلى واحلى، دي على حسب الراحه. هنا عندي كميه بصل، والبصل بتاعي ني بيديني نكهه افضل. ودي الصلصه بتاعتي زي ما عملناها في المحشي مع بعض قبل كده. انا حطيت عليها ملح وسنه فلفل بسيطه وشويه من الزيت، وسبتها لما وصلت للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بقى عندي التوابل عبارة عن ايه، دي كزبرة ناشفة وكمون وشوية شطة على حسب الرغبة. وكملت الفلفل الاسود بتاعي لان انا كنت حاطة على الصلصة مش كتير. طبعا تكة النعناع الناشف اللي انا حطيتها دي بتودي الممبار في سكة تانية خالص يا جماعة. جربوها وقولوا لي طعمها ايه في الممبار. هبتدي بقى احشي. انا كنت بقول هنمسك الممبار ازاي ونحشيها، بس انا اتفاجئت ان الكاميرا قطعت وانا ما خدتش بالي. انا بفتحها بالصابعين بتوعي كده، وبعدين ابتدي بالايد التانية. بصوا بدخل الرز كده اهي، وبعدين بقى ببتدي انزل اهوت، ببتدي افرده جوه الممباره. ما بحاولش ان انا املاها قوي لان الرز بياخد سواه، بيشرب بقى من الشوربه اللي عندي. يعني عشان ما يبقاش تخين قوي ومكتوم ما بملهوش رز جامد، يا دوبك كده حاجه بسيطه. شايفين سمكه رفيع قوي ازاي؟ ده احسن حاجه. هكمل بقى الكميه كلها مع بعضها كده. شايفين؟
بعد ما الكمية كلها خلصت بقى انا حطيت حلتين على البوتاجاز، واحدة فيها الاتنين فيهم مية عادي. نزلت الكمية كلها في الحلة الاولانية زي ما انتم شايفين كده، عشان الاطراف بتاعة الممبار تقفل والرز ما ينزلش مني. الحلة التانية هحط فيها ايه بقى؟ طماطمايه، جزرايه، بصلايه، فلفل اسود وحبهان ولورا، ولو في لومي كمان ممكن احطه. طبعا بحط الملح عشان يحيق لي المية بتاعتي. شايفين بقى المية هنا يا جماعة نزل فيها الزيادات بقى، ده رز، ده بصل، ده كده. المهم ان هي ما بتبقاش رايقة خالص، انا عايزة شغلي كله يبقى على نظافة. هبتدي انقل بقى من المية اللي انتوا شايفينها دي واحطها في المية التانية اللي انا حيقتها بالطماطم والبصل والملح والحاجات الحلوة بتاعتي دي، نزلتها كلها فيها وهسيبها بقى لما تستوي براحتها. شايفين الشوربة التانية كلها رز وكلها حاجات بقى من الخلطة ازاي. هغطي عليها بقى واسيبها تستوي براحتها خالص، وبعدين نرجع نشوف شكله ايه. هنا ده بعد ما استوى اهو، انا هطلعه بقى هشوفه. طبعا انا ممكن امسكه بايدي كده اعرف ان هو استوى ولا لا. طيب انا مش هعرفه، هروح عامله ايه؟ هجيب سكينه وافتح حته منه كده وابتدي اشوف الرز بتاعي جوه استوى ولا ما استواش. طبعا احلى حاجه كمان لما يبقى الرز استوى والمنبره من بره فيها تكه كده، التكه دي بتبقى جميله جدا. طب انا ما بحبهاش وبحبها مستويه قوي، تقلقوش ابدا. التحمير درجه حراره الزيت بتكمل تسويه المنبره من بره، اهم حاجه يكون الرز مستوي معايا. طبعا شفنا الشوربه بتاعتها رايقه ازاي. تعالوا نشوف بقى الكرشه بتاعتنا استوت ازاي. شايفين الصلصه وجمالها يا جماعه، حاجه كده جميله قوي. اللي ما بيحبش الصلصه دي تقيله ما يكترش الطماطم بتاعتها، تبقى خفيفة كده. شايفين السكينة بتجري قوي في الكرشة ازاي، حاجة كده بجد خطيرة جدا. طبعا الريحة كانت تحفة. تعالوا بقى نعمل ايه اللي هيتاكل جنب الممبار والكرشة دي. انا بعمل سلطة كده، هي ايه، حاجة كده خفيفة بس حلوة جدا. انا عندي بقى فلفلاية، بصلاية، طماطماية، جزراية، خياراية، اللي موجود بحطه. هحط عليها فصين من التوم اللي انا دقاهم كده مقطعهم صغير، وشوية ملح وكمون وليمونية. ادي الليمون بتاعي، وهحط معاهم كمان معلقه خل كبيره، وهسيبهم بقى مع بعض كده ياخدوا ويدوا مع بعض وينزلوا ميتهم، يتحيقوا بالملح والفلفل والحاجات بتاعتهم. وما تقلقوش ابدا مش هتدبل خالص، بس اهم حاجه ما تقلبوهاش. هحطها بقى في التلاجة لغايه ايه لما نيجي نقدم بقى، نقدمها معاه ونشوف هنكملها ازاي. الممبار بتاعي بعد ما استوى هبتدي بقى احمره. انا هحمره في طاسه ويكون ليها غطا، لان الممبار اللي هو بيتحمر بيفرقع بقى وبيعمل حاجات كده، ربنا يكفينا شر النار يا رب. فايه لازم ابقى عامله احتياطي واحط غطا زي ما انتم شايفين كده، كمان عشان ما بهدلش حاجتي. شايفين شكله، شايفين الجمال ده يا جماعه، بجد تحفه. نكمل بقى الكميه كلها. انا بقى بحب لما بيطلع كده برشش عليه شويه ملح وفلفل، برشهم عليه كده كمان بيدوني طعامه كمان، زي ما بحمر اللحمه واحط عليها، ده بيبقى طعمه حكايه بصراحه. شايفين الجمال يا جماعه. السلطه انا عملتها زي ما هي، زودتها شويه ميه بس زي ما انتم شايفين عشان اشرب ميه السلطه دي، وظبطت الملح بتاعها. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد.